واحدة من رسائل السجن، واحدة من رسائل السجن. عدد الرسائل دول كام؟ 4. أنا بقول لكم رباعية. فهي تتميز بأنها واحدة من 4 رسائل كتبهم بولس في السجن. هو بولس اتسجن؟ أيوه، اتسجن سجون قصيرة وسجون طويلة. سيبونا من السجين القصيرة اللي زي سجن فيليبي اللي بيتوا فيها ليلة دي، لكن اتسجن في قيصرية 2 واتسجن في روميا سجنه الأول 2 وسجنه الثاني 3 سنين. يبقى الرسول اتسجن 5 سنين، فترات طويلة. السجن اللي بنتكلم عنه هنا هو سجن روما الأول، لما اتسجن في سجن روما الأول اللي قعد فيه 2 وكتب منه هناك 4 رسائل. أقول ال4 رسائل دول بالترتيب حسب ترتيب كتاباته. أول رسالة كتبها في السجن كانت رسالة أفسس. كانت رسالة أفسس. كان رسالة كتبها هي الرسالة اللي قدامنا دي، رسالة فيليمون. ثالث رسالة رسالة كولوسي، ورابع رسالة وآخر واحدة رسالة فيليب اللي قال وقت الحلال قد حار. يعني لما أقول الرسالة دي ترتيبها إيه في رسائل السجن؟ هي الترتيبة رقم 3. فهو ابتدى رسالة أفسس، وبعدين رسالة فيليمون الثانية، وبعدين رسالة كولوسي، وبعدين رسالة فيليب. فهي واحدة من 4 رسائل كتبهم في السجن. لكن كمان هذه الرسالة هي واحدة من 4 أصفار صغيرة. يعني كل منها إصحاح واحد. الرسول كتب 4 رسائل كل واحدة منهم إصحاح واحد. رسالة يوحنا الثانية، رسالة يوحنا الثالثة، رسالة فيليمون، ورسالة يهوذا. فكل واحدة من دول كانت عبارة عن إصحاح واحد. لكن الرباعية الثالثة هي واحدة من 4 رسائل رعوية. رعوية يعني إيه؟ يعني وجهت إلى أفراد. رسالة فيليمون هي واحدة من 4 رسائل رعوية وجهت إلى أفراد. إيه الرسائل الرعوية اللي وجهت لأفراد؟ تيموثاوس الأولى، تيموثاوس الثانية، فيليمون، وتيتوس. يبقى دول 4 رسائل اسمهم رسائل رعوية. يبقى عندي 3 رباعيات في رسالة فيليمون. الرباعية الأولى هي واحدة من 4 رسائل السجن. الرباعية الثانية هي واحدة من 4 أصفار صغيرة. الرباعية الثالثة هي واحدة من 4 رسائل رعوية. الرسالة اللي قدامنا دي بولس ما يقولش فيها انه رسول، امال يقول فيها ايه؟ يقول بولس اسير يسوع المسيح. ويجي السؤال، هو انت يا بولس مش رسول؟ يقول لا رسول. ما بيقولش انك رسول هنا ليه؟ يقول اصل عندي رسالتين في الكتاب ما بكتبش فيهم ان انا رسول. ايه الرسالتين دول؟ رسالة فيليبي ورسالة فيليمون. رسالة فيليبي ورسالة ايه؟ ليه ما بتكتبش فيهم انك رسول؟ قال اصل رسالة فيليبي قدمت سيدي وحبيبي وإلهي قدمته كالعبد الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى آخذا صورة إيه؟ أقول عن المسيح إنه عبد، وأقول عن نفسي برضه إن أنا رسول. لا لا لا، يكفي إن أنا أبقى زي سيدي. ففي رسالة فيليبي يقول بولس عبد. طب وفي الرسالة اللي قدامنا دي برضه ما يقولش إنه رسول. طب ما بيقولش إنك رسول ليه؟ قال أصل أنا عندي واحد هنا اللي هو أنسيموس ده، نمرة 1 أنسيموس عبد، وأنا حبيت أشاركه في ظروفه، وأنا عايز نشارك إخوتنا وأخواتنا في البيوت في ظروفهم. فأنا بقدم واحد عبد. حاجة كمان، أنا ما حبيتش أستغل سلطاني كرسول في رد أنسيموس إلى فيليمون. أمال هتستخدم إيه؟ قال عندي 3 أسلحة قوية. إيه هم ال3 أسلحة القوية اللي تستخدمهم في رد أنسيموس إلى فيليمون؟ يقول السلاح الأول
هو المحبة. إن كان لي ثقة كثيرة أنا أمرك، أنا ما تنساش إن أنا رسول يعني، بس أنا مش هقولها. إن كان لي أنا أمرك بما يليق، بس من أجل المحبة. أنا مش هستخدم السلاح الأول ده، من أجل المحبة. بأول سلاح استخدمه في رد أنسيموس إلى فيليمون نمرة واحد ولا إيه؟ المحبة. نمرة 2 الاستعطاف. هيستعطف أهو. يستعطف إزاي؟ يقول له إذ أنا إنسان هكذا نظير بولس الشيخ. يعني اوعى تنسى سن الكبير المتقدم اللي مفروض تعمل له اعتبار. إذ أنا إنسان هكذا نظير بولس الشيخ. وإن ما عجبوكش الاثنين دول اوعى تنسى إن أنا مسؤول فقدر سجني. إذ أنا إنسان نظير بولس الشيخ والآن أسير يسوع المسيح، فأنا مقصود لأجل المسيح. هتعمل إيه؟ قال له رد لك المسيح. أسيب القصة دي وأروح لأنسيموس. الأنسيموس اللي معناه نافع. كلمة أنسيموس معناه وإحنا نجاب الناس في البيوت أساميهم نافعة لكن واقعهم غير نافع. نلاقي أسماء حلوة جميلة لكن في الواقع هم غير كده. لكن أنسيموس كان عبد. وتعرفوا لما فيليمون المحبوب ده جابوا أنسيموس يشغله خاف من مراته اسمها ايه؟ أبيفية. فقال لها يا أبيفية عايز أجيب لك واحد، أنا شايفك تعبانة وعايز أجيب لك واحد يساعدك في البيت، بس خايف عليك يا أبيفية. خايف عليها من إيه؟ قال خايف إنك تذليه وتستعبديه. قالت له أبدا أنا مش عامله كده. إحنا 3 في البيت. فهذه الأسرة كانت بتتكون من كم فرد؟ 3. أول واحد هو فيليمون، وتاني واحدة هي أبيفية، وكان عنده ابن وحيد اسمه أرخبس. فقلت أنا أعتبر إن إحنا 4. أعتبر بدل ما معايا ولد أعتبر معايا كم ولد؟ 2. الأولاني أرخبس والتاني هيبقى أنسيموس. فتعامل أرق معاملة في هذا البيت، ولا سيما البيت كان بيت قديسين. لكن ما أرهب الخيانة اللي الرب يحررنا منها ويدينا نعيش أمناء لهذا السيد العظيم الذي أحبنا. الولد قاعد في البيت شوية، وبعد ما قاعد في البيت شوية قال يعني أنا هفضل عبد طول عمري؟ هيفضل السيد سيد والعبد عبد؟ أنا عايز أتحرر من العبودية. مع إنه لو كان دارس لكلام الله كان عارف إن بعد 6 سنين العبد يطلق إيه؟ لكن هو ما انتظر. الرب يساعدنا يكون عندنا صبر برضه. الشاعر العراقي قال زمان، قال يا بايع الصبر لا تشفق على الشاري، فدرهم الصبر يسوى 1000 ديناري. الصبر حلو وطيب، الرب يساعدنا نعيش حياة الصبر. بركة كله يعني. هو ما صبرش الولد ده، وفتح الخزنة وسرق خزنة سيده وهرب. واللي بيسرقوا ما ننساش واحنا بنتقابل مع الشباب ان الحياة مش هتستمر على كده على طول. فالحاكم لا يحمل السيف عبثا لكنه قاض الله للانتقام من الاشرار. اللي بيشربوا مخدرات، اللي بيشربوا سجاير، اللي عايشين في الخطيئة يجي لهم يوم يتقبض عليهم. لازم يحصل ده يعني. فأنسيموس دخل مدينة الملاهي بالفلوس اللي سرقها واتقبض عليه. لكن يا لغنى النعمة ويا لعظمة النعمة، بل يا لعظمة مش النعمة بل إله كل نعمة اللي بيدور علينا ويتبعنا. اتقبض على أنسيموس ودخل السجن. ولما دخل السجن لقى واحد سابك هناك. مين السابك هناك؟ بولس الرسول. 2 مسجونين مع بعض، واحد رسول وواحد خادم، واحد امين وواحد سارق. واحد خادم للمسيح يسوع وواحد خادم لابليس والشر. فاتجاب له هم وقال له مالك انت جيت هنا ليه؟ انا شفتك قبل كده. شفتك فين؟ شفتك في بيت فيليمون. ايوه وانا شفتك انت الرسول بولس. قال له ايوه. قال طب انا دخلت السجن بسبب الجريمه.
طب وانت دخلت السجن ليه؟ قال له دخلت السجن بسبب خدمة الرب. هل احنا معرضين يا احبائي ان احنا نلاقي في الطريق عوائق؟ طبعا. وكرعاه شوف الراعي يمشي في واحدة من الاثنين يا اخي، اما انه يمشي قدام الغنم او يمشي ورا الغنم. ان مشي قدام الغنم تصيبه الضربة الاولى، طب وان مشي ورا الغنم كل تراب الغنم يجي عليه. طب وكده برضه تعاملنا كده يا رب، مش دي الحقيقة؟ لكن الرعاة واللي بيخدموا الرب واللي على قلبهم قلب الراعي لهم مكافأة. أكتب للرعاة إنه متى ظهر رئيس الرعاة مش الجسوس ولا الخدام، لكن كل واحد حط على قلبه إنه يرعى قطيع الرب. اكتب للرعاة، تكتب لهم تقول لهم ايه؟ قال متى ظهر رئيس الرعاة تنالون اكليل المجد الذي لا يبلى. اطمنوا، في اكاليل منتظرانا، وفي ناس بنتكلمها هنا عن المسيح ومرة نحس ان خدمتنا ضعيفة وملهاش قيمة وما فيش حد جه. وكلمة الصفر اللي كتبه الأخ ده، كام اللي ربحتم؟ 1 ولا 0؟ نكتب 0 مرات واحنا ناسيين احبائي انه ارمي خبزك على وجه المياه تجده ولو بعد ايام ايه؟ ولو بعد ايام كثيرة. يمكن تزرعي بس يمكن يجي واحد بعديك يسقي، لكن لا الزارع شيء ولا الساقي شيء، لكن الله هو اللي بيعمل ايه؟ هو اللي بينام. هنشوفها كلمة تنتظرنا لما نوصل للأبدية السعيدة. عايز أحكي عن مشكلة. لا لا براحتك. انتوا مبسوطين؟ مشكلة أنسيموس كانت مشكلة ثلاثية. إيه مشكلة الثلاثية؟ نمرة 1 إنه خاطئ ولا مش خاطئ أنسيموس؟ إيه الخطيئة اللي عملها؟ سرق بيت سيده الأمين اتسرق فهو خاطئ. نمرة 2 عنده الماديات اللي سرقها، القيمة العينية لهذه المسروقات. بس نمرة 3 أودي وشي فين؟ من أبيثية اللي قالت يا حبيبي أنت مش عبد عندنا، ده أنت زيك زي ابني الخبز اللي موجود معانا. طب لما اروح لما اقابلها اقول لها ايه؟ فكانت المشكله مشكله ثلاثيه. وهنا عايز امشي معاكم شويه في سفر اخر هو سفر اللاويين. سفر الايه؟ سفر اللاويين اسمه سفر الاقتراب الى الرب. سفر اللاويين هو سفر الاقتراب الى الرب. أحب أرتب 3 أسفار ورا بعض: سفر الخروج واللاويين والعازب. إيه اللي نقرأ عنه في سفر الخروج؟ الله يتكلم إلى موسى من بره خيمة الاجتماع. طب وسفر اللاويين الله يتكلم إلى موسى من داخل خيمة الاجتماع. طب وسفر العدد سفر الشركة مع المؤمنين. فسفر اللاويين الله بيتكلم لموسى من داخل الخيمة، تعال قرب مني. فهو سفر الاقتراب إلى الله على أساس الذبيحة. طب وإحنا كنا محتاجين للذبيحة؟ طبعا كنا محتاجين للذبيحة. بالمناسبة الكتاب المقدس فيه 5 ذبائح جم في سفر اللاويين من إصحاح 1 لإصحاح 7. ذبيحة منهم هي المحرقة، ونمرة 2 ذبيحة السلامة تقدمة الدقيق نمرة 2، والثالثة ذبيحة السلامة، والرابعة الخطية، والخامسة الاسم. كم واحدة دول؟ 5. أقولهم تاني: 1 المحرقة، 2 تقدمة الدقيق، 3 السلامة، 4 الخطية، والخامسة الاسم. 3 يتقال عنهم إنهم تقدمة، و2 يتقال عنهم انهم ذبيحه. 3 تقدمه الاولانيه، والتقدمه دي تقدمه
سرور قدام الله. يبقى 3 ذبايح اسمهم تقدمات الايه؟ السرور. طب والاثنين الباقيين لا دول مش سرور، دول لا دول ذبايح مش للسرور، ده الله ما صرش بالقصه دي. ايه ال3 ذبايح اللي هم ذبايح السرور؟ اول ذبيحه منهم هي المحرقه، وتاني ذبيحه اللي هي تقدمه الدقيق، وثالث واحده اللي هي السلام. واقول لاخواتي اللي بيدرسوا الكتاب، كل ما نقرا عن كلمه ذبيحه